أنا راجل عندي 38 عام، خدام في واحد الشركة معروفة في المينا، معروف بين الناس بالجدية والانضباط. مكنتش باغي الزواج في الأول، ولكن العائلة كيبقاو يقولولي راك كبرتي وخصك دير الولاد، وفعلا مع الضغط ديالهم قلت نغامر ونتزوج. ما كنتش عارف أن القرار غادي يبدل حياتي كاملة. تعرفت على بنت من الدوار قريب، عندها 19 عام، زوينة بزاف، بيضا، ضحكة ديما تعجب أي واحد يشوفها. العائلة ديالها باينة محترمة، والأم ديالها كتعرف كيفاش تقدم بنتها للناس. باش مشيت نخطبها حسبت براسي دابا غادي نبني داري ديال السعادة. دازت الخطبة زوينة، العرس كان بسيط ومفرح، الناس كاملين قالوا لي الله يبارك شحال زوينين بجوج، وانا في قلبي كنت فخور. قلت راه صغيرة وغادي نشكلها على طريقتي، نعلمها نرشدها ونعيش معها بطمئنانية. ما كنتش عارف بلي الايام الجاية غادي تصدمني. من بعد العرس بأسبوعين بدات الحقيقة كتبان. البنت ما كتعرف لا تنظف لا تطيب، حتى المواعين كتخليهم يوميا بلا ما تقرب ليهم. قلت يمكن مازالت متعوداتش على المسؤولية. حاولت نصبرها ونعاونها، ولكن المشكل ماشي في الكسل، ما المشكل أنها ما كتحسش بشي حاجة. الضحك ديالها ما كيساليش، كتضحك كل دقيقة على أتفه حاجة. كنت كنقول ليها شوفي، هند راه الناس غادي يشوفوك طفلة، خليك ناضجة شوية، ولكن كتجاوبني بضحكة فارغة وكلمة حياة انها فرحانة، ولكن الفرحة ديالها كانت بلا حدود، بلا توقيت، بلا احترام. الاب ديالي الله يطول عمرو فاش كيقول ليها ديريلو قهوة ولا شي حاجة، كتجاوب قدام الناس والله ما نجي بها ليك، وتبقى كتحك بحال شي صغيرة ما واعية. والله العظيم قسم بالله حشمت قدام ولادي، حشيت براسي تزوجت طفلة ماشي مرا. مرات جونا الضياف، أنا كنت فرحان، بغيت نبان راجل عنده دار مرتبة ومرا فاهمة، ولكن صافي ندمت. هي جالسة قدامه بدات كتخريق في الهدرة، كتحل رجليها وكتكلم على مواضيع ما عندها علاقة بمقام الضيافة. شافوا فيها بنظرات غريبة، وأنا تمنيت نغبر بذاك اللحظة. من بعد الناس كيهضروا يقولوا زوجة بياري صغيرة بزاف، عقلها باقي في الحضانة، وهذا الكلام كيوصلني بحال سكاكين. أنا راجل معروف بالوقار والهيبة، ومرتي كتحس عليا قدام الناس بحركاتها وكلامها البارد. بديت نحس بالندم كيكبر في قلبي. الباس ديالها ديما مخربق، كتلبس أي حاجة وتخرج بها ما كتعرف تنسق ولا الحشمة. قالت لها مرارا شوفي راكي مرا وراجل، خاصك تكوني واجهة، الناس كيشوفوك مراتي ولكن لا حياة لمن تنادي. كتجاوبني ديما اش غادي يدير اللباس، المهم نكون ضحكة. مرة تعرضت على شي صحابي يجوني بتغداو عندي، بغيت نبان صورة زوينة. الأم ديالي هي اللي طيبات، وهي بقات ناعسة من الظهر حتى المغرب. فاش ناضت مشوت الكوزينة وقالت ليا بصوت عالي كب ليا كاس القهوة حلو. بقات كتضحك. صحابي تحكموا في أنفسهم بالعافية. من داك النهار وأنا ما بقيت عرفت شنو ندير. ملي كنحاول نهضر معاها على الجدية كتقول علاش ديما نكد، خليك خفيف. ولكن أنا ماشي مراهق، أنا راجل باغي الاستقرار، باغي مرا تراكني المسؤولية، ماشي تلعب دور بنت صغيرة وسط دار الكبار. الأم ديالي بقات ساكنة مدة، ومنين
مقدرتش تسكت، قالت لي يا ولدي هادي ما تصلحش ليك، يا تصبر وتربيها يا تردها لدارها قبل ما تولي المشاكل كبار. وأنا بين نارين لا قلب مرتاح ولا عقل مطمئن، كنت باغي السكون لقيت الصداع. كنت كنقول يمكن تبدل مع الوقت، ولكن كل نهار كتزيد كتهبل. مرة طاحت من الضحك حتى تكسرت في الفراش وبدات كتصيح دراعي، وانا بقي مصدوم من الوقوف. كتعيش بلا تركيز بلا عقل بلا نية ديال التغيير. صحابي بداو يسولوني البياري واش مراتك ما تتقبلش الناس، واش كل مرة كتضحك بلا سبب، كتضحك قدامهم باش ما نحشمهاش، ولكن في قلبي كنعقل. كتجي المواقف كتحرجني وتخليني نحس بالضغط. راجل في عمري ما خصوش يعيش هكا.